يسعدكم ويسعد كل اوقاتكم انتو وكل احبابكم يا رب. جميعا انا هلا بدي اقعد اجاوبكم على الاسئله اللي بعتوها، انه شو بيعمل وليش مش تارك البيت، ومن هذا الكلام هلا بجاوب. هذا السؤال يعني هو شوي طويل، بس المطلوب منه انه ليش بنلبس انا ونور وجنى شالات بيضة او سودا يعني. ما بعرف، بالنسبة لنور وجنى هذه حرية شخصية، هم حرين فيها، وانا بالنسبة لي بحب الابيض الاوف وايت الاسود، هيك خلص بحسه بيلبق على كل اللبس باي وقت وباي مكان وباي زمان، بنفس الوقت بحسه راكز يعني اركز. هلا مش اني ما بلبس ملون، ممكن البس ملون بس احيانا يعني مش دائما. والله يحفظك ويحفظ لك اولادك، واحنا بنحبكم، بنحب كل اللي بيتابعونا وكل الناس الايجابيه والناس اللي بتبعت كلام جميل. ترى انا بقرا يعني اغلب مسجاتكم، ويعني مش دائما برد على الجميع، لكن مسجاتكم بتوصل ومحبتكم واصله. الله يحفظكم وديم المحبه، ويا ربي هيك ينفع فينا. مين معي هون بدي جاوب على السؤال؟ يلا. هون الصبية سألتني ام وليد رجاء جاوبيني، حطت الغرفة حطت غرفة تعصومي هاي اللي كنت فيها ورق جدران ولا ديكور جابسين؟ لا ورق جدران، انا بحب ورق الجدران بصراحة بالبيت وبالغرف، تنظيفه سهل وبيعطي هيك شكل حلو. ماما صح يا سنود، بحبه اكثر من الدهان عموما انا. فهون ببيتي بعمان ورق جدران اغلب الغرف. هون الصبية بتقولي المدارس لسه ما بدأت عندكم؟ لا المدارس لسه ما بدأت عنا، احنا دوام مدارسنا ان شاء الله ب 18. هون الصبية بتقولي المدارس لسه ما بدأت عندكم؟ لا المدارس لسه ما بدأت عنا، احنا دوام مدارسنا ان شاء الله ب 18/9 بإذن الله. شو عم نعمل بالبيت؟ بنغير ابواب البيت كلها داخليا وخارجيا، كلها عم تتبدل، عم ركب ابواب جديده لانه انا الله يرضى عليها كاتبت لي الله يعينكم، كنا بالحفله هاي قبل اسبوعين البيت كله انعجق، كانت فرصه عزل قبل المدارس. الله يعطيك العافيه، الابواب اللي قبل كانت قديمه ومرق عليها عمر طويل، فصار لازم تتبدل. والله يعين والله الله يعين كل واحد عنده ورشه وشغل ببيته وهو ومبروك عليكي ما جددتي بالبيت، ويا رب يعطيكي خير ويكفيكي شره. انا عزل قبل المدارس؟ لا انا لسه عندي تعزيل بس ارجع الكويت. انت موجود فيه لانه مش سهل، متعب كتير. الله ييسر الحال، بس زي ما قلنا النتيجة النهائية بس تشوفيها بتنبسطي وبيروح عنك التعب كله. انت فاهمة الموضوع غلط. انا بالعادة اي ورشة بعملها ما بكون بالبيت، يعني لازم اكون مسافرة وبيعملوها وانا غايبة، بس المرة هاي خالد اصر انه هو يشرف على موضوع تركيب الابواب، فكان لازم يكون موجودة. هون الصبية الرايقة ايش كاتبالي؟ لا ليش ما تروحي بيت اهلك بلا وجع الراس؟ اروح بيت اهلي ماشي، واترك الشغل والاشراف والترتيب والبيت لمين؟ يعني بيت مفتوح اتركه لمين؟ صعب، ما بقدر، معلش انا مختلفة بهذا الموضوع. هون الصبية الحلوة كاتبالي شو عم تعملوا بالبيت؟ الله يعينك الشغل داخل البيت متعب جدا، اسأليني أنا.